الاعلام التونسي خرج بكلام كبير على المغرب من بعد ماتش البرازيل. ما قالوش غير المغرب تعادل، لا، قالوا باللي المغرب دار ماتش خارق للعاده واحسن ماتش من بدايه المونديال كان هو المغرب ضد البرازيل. والجمله اللي خاصها توقف عندها، المغرب ما جاش هكاك، المغرب خدم. يعني هذا المنتخب ما طلعش بالصدفه، كاينه خدمه، كاين تخطيط، كاين اكاديميات، كاين جلب مواهب، وكاين مشروع واضح من السنين. حتى الاعلام التونسي قالها، اللي كيخدم كيجيب النتيجه، والمغرب اليوم كيحصد داكشي اللي زرع. والاقوى من هذا الشيء، قالوا ما نستغربوش الى المغرب هز كاس العالم. علاش؟ حيت المغرب ما بقاش منتخب داخل باش يدير حضور مشرف، المغرب ولا داخل بعقليه الكبار. ضد البرازيل ما شفناش منتخب خايف، شفنا منتخب كيضغط، كيلعب وكيحرج واحد من اكبر المنتخبات في العالم. وهنا الرساله الكبيره، الوطنيه ماشي غير فين تزاديتي، الوطنيه هي شكون ساكن في قلبك. واللاعبين اللي جاوا من اوروبا اختاروا المغرب ولبسوا القميص وداروا ماتش رجولي قدام البرازيل. الخلاصه، العالم بدا كيفهم ان اللي وقع في قطر ما كانش صدفه، المغرب عنده مشروع وعنده جيل وعنده حلم كبير، والحلم دابا ما بقاش بعيد الا بقاو الاسود بهذه الشخصيه.